الفترة اللي فاتت كنت حاسة إني تعبانة نفسيًا، مش علشان كان عندي مشاكل كبيرة، بس علشان كنت باضغط على نفسي في حاجات صغيرة. النهاردة هاقول لكم على حاجات أنا بطّلتها علشان راحتي النفسية. أوكي؟ كل واحدة فيكم تروح بقى تجيب لي كوباية الشاي بتاعها أو الcoffee وركزوا معايا. One second. أوكي. أول حاجة بطّلت إني أعملها إني أبطّل أفكّر بزيادة. أنا شخص بطبعي شخص overthinker، يعني بفكر بزيادة في المستقبل. مش بفكر أعمل إيه دلوقتي، بس أنا شايفة نفسي فين بعد 5 أو 10 سنين. كنت دايما يعني يا جماعة والله sometimes كنت مثلا أقعد في السرير بس بفكر أنا عايزة أعمل ده وعايزة أعمل ده وعايزة أعمل ده. طب أعمل كل الحاجات دي إزاي؟ ما كنتش بفكر في الحلول، بس كنت دايما بدخل كده بدخل نفسي في المود النيجاتيفيتي وإن الحياة صعبة. يعني كل ده اكتشفت إن هي excuses. دلوقتي بدل ما أفكر وأتعب نفسي نفسيا، بفكر طب علشان أنا أحقق كل الحاجات اللي أنا عايزة أعملها في المستقبل أعمل إيه هي الستبس اللي المفروض اللي أنا أخدها علشان أوصل للريزلتس أو النتيجة دي. أول ما عملت الشيفت ده في دماغي، والله 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 يا جماعة، يعني حسيت كده بتغيير، يعني جسدي ومنتلي في نفس الوقت. حبيت نفسي بزيادة، بقيت أهتم بشكلي أكتر، بقيت أصحى كل يوم عندي هدف. يعني ممكن يكون هدف صغير جدا وممكن يكون هدف كبير جدا، بس بدل ما أفكر بزيادة وأدخل نفسي في مود وحش، اخد كل الانرجي دي واحطها في ازاي انا اقدر اعملها. فاهمين قصدي ايه؟ اكتشفت ليه انا بقعد افكر بزيادة في حاجة خارجة عن ارادتي. ليه انا ما اعملش الواجب بتاعي واعمل كل الافورت واسيب كل حاجة على ربنا. sometimes ما ينفعش ان احنا يعني نفكر في الحاجات بزيادة في دماغنا، علشان ممكن انتي تبعديها عنك. ده اللي هو love attraction. لما دايما بتفكري في انتي، يعني تفكري في حاجة انتي عايزاها، انتي كده بتبعديها عنك، مش بتقربيها ليكي. instead of overthinking، طيب go ahead واشتغلي على الحاجات المفروض ان انت تشتغلي عليها علشان توصلي لهدفك. stop complaining، انك تشتكي كتير وانك انت دايما تقولي الحياة دايما جاية عليا والحياة كذا والناس كذا. كل ده كلام لا بيقدم ولا بيأخر. ما تفكريش في حاجة انتي ما عندكيش الفول كنترول عليها. الحاجات اللي انتي تقدر تتحكمي بيها اتحكمي بيها، والحاجات التانية اللي المفروض تحصل بطريقة طبيعية خليها تحصل بطريقة طبيعية. and that's it. وده بياخدنا للنقطة التانية. تاني حاجة بطلت اني اعملها، اني بطلت اشرح نفسي لكل حد. يعني انا مش عارفة ازاي في ناس ممكن يتكلموا بساعات طويلة جدا، يعني يشرحوا ويتكلموا وشايفين الشخص اللي قدامهم ده مش يعني they're not ready ان هم يسمعوكي. يعني هم already حاطين كده، يعني they already judged you in their head. يعني هم already قررين في دماغهم الحاجة اللي هم عايزين يصدقوها. فأنا ليه بقى أحط كل الانرجي دي في حاجة بتستنزف طاقتي؟ يعني أنا شخص ما أقدرش، يعني بكره الكلام كتير جدا والله العظيم. لو حد مثلا زعلان مني وأنا جيت لك وقلت sorry مثلا أنا أسفة، ونتكلم، مفيش مشكلة ان احنا نتكلم في المشكلة نفسها، بس ان احنا نعيد ونزيد
في نفس الحاجة يعني it drains you mentally. أنا ما أقدرش، يعني بحس إن أنا عملت مجهود نفسي وأنا ما عملتش أي حاجة. كل اللي أنا بعمله إن أنا بسمع الشخص اللي قدامي ده بيتكلم. so أنا في الحالات دي بعمل إيه؟ I dismiss myself. لو فيها قاعدة مثلا أنا مش مرتاحة فيها، أو مثلا حاسة إن الناس اللي حواليا هم ناس يعني negative وبيشتكوا كتير وبيتكلموا مثلا they're gossiping، بيتكلموا يعني بينموا على ناس تانية، ليه أنا أحط نفسي في المواقف دي؟ ليه حتى إن أنا أكون قاعدة في القعدة دي من غير حتى ما أشارك فيها؟ أنت لسه بتشاركي في القعدة وبتشاركي في النميمة، علشان أنت مش بتعملي أي حاجة علشان تخرجي نفسك من السيتويشن دي. so إحنا مش بنضيع وقتنا على ناس مش مستاهلين إن إحنا نضيع وقتنا عليهم honestly. ثالث حاجة بطلت إني أعملها إني أستنى الوقت المثالي perfect timing. مين فيكو لما دايما عايز يعمل حاجة يقول في دماغه اللي هو أنا بس مستنية الوقت المثالي علشان أعمل الحاجة دي، أنا مستنية الوقت المثالي علشان أروح أتكلم مع الشخص ده وأقول له إن أنا معجبة بيه، أو أروح للبنت دي وأقول لها إن أنا معجبة بيها. أنا مستنية الوقت المثالي علشان أبدأ البيزنس ده. فكل ده حاجة، يعني كل ده كميمنت في دماغك، انت عارفة انت عايزة تعمليها بس مستنية الوقت المثالي. وخليني اقول لكم دلوقتي ان الوقت المثالي ده عمره ما هيجي لو ما بدأتوش دلوقتي. وانا بقول كده يعني انا كشخص يعني مريت بحاجة زي كده فعلا. بقول لكم الحقيقة، الوقت المثالي عمره ما هيجي غير لما انت تقرري تبدأي من دلوقتي. يعني زمان انا كنت شخص شابي جدا، كنت اتخن، يعني اتخن من كده بكتير، بس ما كنتش تخينه يعني اوكي علشان بس نكون كلير. بس كنت شخص يعني تشابي جدا، وكنت دايما بقول انا مستنيه الوقت المثالي علشان اهتم بصحتي واكل كويس واعمل دايت وبابا بابا بابا، وعمري ما كنت بعمل اي حاجه من دول. وحاجة تانية كنت دايما بقول أنا مستنية الوقت المثالي علشان أبدأ الكونتنت كرييتنج بتاعي، يعني السوشيال ميديا وأنزل فيديوهات يعني وأعمل كل اللي أنا عايزة أعمله. فاهمين قصدي إيه؟ so والله يعني أنا قررت، يعني في مرة كده قلت ما ينفعش أعمل كده، يعني ما ينفعش أسيب نفسي كده لطريق الديبريشن. قمت وقررت من وقتها ان انا احافظ على جسمي واحافظ على المنتل الهيلث بتاعي و spiritually. كل ده بيرجع يعني لحتة انك انتي عايزة تهتمي بنفسك، فبالتالي بقيتي تاخدي خطوات صغيرة من غير ما تضغطي على نفسك علشان توصلي للنتيجة اللي انت عايزاها. رابع حاجة بطلت اني اعملها وانا قلتها من شوية، اني بطلت احيط نفسي بحاجات بتستنزفني، either بقى ناس او محتوى يعني environment او كلام سلبي. انا شخص مثلا لما بسمع كلام سلبي او بقعد مع ناس سلبية او ناس بس بتشتكي ودايما عندهم مشاكل، دايما بيتكلموا عن مشاكلهم، انا ده بيأثر عليا. يعني انا مش هكدب عليكم واقول لا 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 عادي هم ممكن يكونوا كده، no that's not true. صحابك اللي بتمشي معاهم يعني for sure هتاخدي منهم اطباع، يعني بتاخدي منهم صفات كده انتي مش هتحسي بيها، ممكن الناس اللي حواليكي يحسوا بيها. فاهمين قصدي ايه؟ لو شخص سلبي طول الوقت eventually هتلاقي نفسك بقيتي تفكري بطريقة سلبية. لو شخص مثلا بينم كتير وانتي مش كده خالص،
من غير ما تحسي هتلاقي نفسك بتعملي نفس الحاجة. كل ده يعني في كونكشن احنا مش بنحس بيه. فمهم جدا ان الانفايرمنت بتاعتك والناس اللي بتخرج معاهم كله يكون حاجات positive. الحياة مش مستاهلة، والله مش مستاهلة، بس مهم جدا انتي ازاي evolving. انتي عايزة تكوني اي نوع من الستات، عايزة تعودي عيالك على ايه بعدين. كل ده هيشوفوه فيكي. لو انتي عندك كل الصفات الوحشة دي، عيالك هياخدوها منك، especially لو انت عايزة تربي أجيال يكونوا ناجحين وبيحبوا نفسهم وما يتأثروش بالسوشيال ميديا. لازم تعلميهم ازاي يحبوا نفسهم، لازم تعلميهم ان احنا كلنا مختلفين، والاختلاف مش دايما وحش، ده بالعكس بيقربنا من بعض، يعني بيخلينا ان احنا curious، فضوليين، عايز تعرفي مثلا الشخص ده جاي من اي بلد، عايز تعرفي اي لغة بيتكلموها، فاهمين قصدي ايه؟ كل ده بيبدأ من الحتة اللي انت موجودة فيها دلوقتي. فما تستهينيش بالحاجات دي honestly. عيشي حياتك وحبي نفسك. ومامتي دايما كانت دايما بتقولي عيشي حياتك بالطريقة اللي انت عايزة تعيشيها، من غير ما تضري حد ولا تضري نفسك. وفعلا بقيت اعمل كل حاجة انا عايزة اعملها من غير حتى ما اضر نفسي. انا من جنرال عمري ما ضريت حد، بس كنت بضر نفسي بطريقة انا ما كنتش حاساها، بس اثرت عليا بعدين. خليكي ست دايما عايزة تتعلم، تكون احسن، عايزة تحسن من نفسها، مش بس من برا ومن جوه كمان. اقرأي كتب، ثقفي نفسك، خليكي حلوة من جوه من برا. الشخص اللي بيجي يتكلم معاكي بيتكلم مع شخص very mature، عارفين هم عايزين ايه في الحياة. ناس كتيرة جدا هم they get intimidated لما بيشوفوكي كده، عايزين يكونوا زيك بس مش عارفين يكونوا زي كده، فاهمين قصدي ايه؟ والموضوع ده بياخد لازم you have to be committed، لازم تستمري في الحاجة دي وتكون لايف ستايل. وده بياخدنا للنقطة الخامسة، وبرضو انا اتكلمت عن الموضوع ده قبل شوية. بطلت اني اتكلم على نفسي وحش. مثلا انت بتحسي ان مناخيرك دي كبيرة، اوكي، وشايفة ان الناس كلهم مركزين على مناخيرك مع انهم مش مركزين فيكي خالص، بس علشان انت صدقت في دماغك ان عندك مناخير كبيرة فبقيتي insecure. ولما انت تكوني insecure في حاجة هتلاقي كل الناس كده مركزين في الحاجة اللي انت insecure عليها، فاهمين قصدي ايه؟ فكل ده بيجي من حتة السبكونشس. honestly انا عن نفسي بدأت حاجة اسمها affirmations دي بتبقى حاجات بصحى كل يوم برددها. ممكن ابص نفسي في المرايه لما باجي بعمل الميك اب بتاعي او بعمل شعري، اللي هو ببص لنفسي كده بقول انت ازاي كده جميله، انت ازاي كده hot sexy قمر فعلا. بقيت احس نفسي كده واحده جايه كده من مكان مفيش حد تاني موجود فيه غيري انا. وده مش الناس ممكن تشوفها انا cockiness، اللي هو انت شايفه نفسك، بس who cares؟ مين قال لما احب نفسي او اتكلم عن نفسي بطريقه كويسه بتبقى cockiness، بتبقى شايفه نفسي؟ بالعكس، ان احب نفسي وان انا ابين دي حاجه حلوه جدا. فلما بقيت اتكلم على نفسي حلو وبقيت مؤمنة ان انا جميلة ومختلفة،
بطريقة يونيك وسبيشال. حسيت ان كل الناس بقوا يبصولي بالطريقة اللي انا كنت ببصي نفسي فيها. بقيت الاحظ الناس بيدوني compliments، يعني بيجاملوني بالطريقة اللي انا بجامل نفسي بيها. وانا شخص يعني لو حد جاملني هقول thank you very much، بس مش هقول له يعني thank you oh my god، يعني اللي هو يعني مش مصدقة. ليه مش مصدقة؟ انا عارفة ان انا جميلة، يعني انا عارفة ان انا جميلة وحلوة، فانا مش مستنية القبول من حد تاني علشان اعرف الكلام ده. مفروض تعرف انك انت جميلة من جوه ومن بره، وبس يعني مش تعرفي بس كمان صدق الكلام ده. لازم عقلك يصدق الكلام اللي بتقوليه. فمهم جدا اي بنت بتحس بنقص في حاجات ومش عارفة تبص للحاجة دي بطريقة كويسة، ابدأي انك انتي تردديها. يعني انتي زي ما قلنا شايفة مناخيرك كبيرة، بس كل يوم تصحي من النوم تقولي مناخيري مش كبيرة، مناخيري حلوة، مناخيري شكله يعني سبيشال، شكله يونيك. فاهمين قصدي ايه؟ فلازم تصدقي الكلام ده علشان تشوفي نفسك حلوة. لازم تواجهي الحاجات دي علشان تؤمني بيها وفعلا تصدقيها من جواكي. مفيش حد فينا مثالي، مفيش حد فينا sometimes مش بيحس بنقص. ممكن النقص ده تحسيه من برا او ممكن تحسيه من جوا، ويعني دي حاجة مش عيب، بس تبقى حاجة مش كويسة لما النقص ده بيأثر عليكي. مش لازم تبطلي كل حاجة مرة واحدة، مش لازم تعملي كل اللي انا بقولك عليه، بس الحاجات اللي انا بطلتها دي يعني كانت حاجات فعلا اخدت مني وقت علشان اعرف اعملها واصدقها ويعني واؤمن بيها قوي. جربي حاجة واحدة من الحاجات اللي انا بطلت اعملها وشوفي احساسك، يعني شوفي هتحسي ازاي اول ما تبطلي تعمليها. لو حابة اكتبي لي في comments حاجة نفسك تبطلي تعمليها علشان ترتاحي ونكمل المشوار مع بعض. وحبي نفسك وعيشي حياتك ان متفكريش في كلام الناس. اعملي اللي يريحك واللي يخليكي مبسوطة وفرحانة. وكل سنة وانتم طيبين. يا رب يا رب السنة دي تبقى سنة كلها خير، كلها فرح وكلها انبساط ونجحة. يعني انا مش عايزة by the end of the year حد فيكو يقول انا كان نفسي اعمل كذا بس مقدرتش اعمل كذا. كل ده زي ما قلت it's excuses، ماشي؟ كل ده كلام ما بيأكلش عيش. لو عايزة تعملي حاجة وتكوني ناجحة وتكوني الست اللي انتي عايزة تكونيها في المستقبل تكونيها. يعني انا الجرامر بتاعي بليز يعني ما تركزوش قوي في الجرامر. زي ما قلت خدوا خطوات صغيرة علشان توصلكوا للنتيجة اللي انتوا كنتوا عايزينها او عايزينها في المستقبل. اوكي so take care guys، ويا رب عجبكوا الكلام اللي انا قلته، و I hope you guys have a good day و happy new years، وخلي بالكم من نفسكوا. I love you. Bye.